اهلا وسهلا بكم يا حلوين. في فيديو النهارده عملت منظم مكتبي خطير جدا من اعاده تدوير علبه كرتون ورق كراريس. بس تابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا الطريقه كامله. هستخدم هنا كده علبه كرتون. انا هنا استخدمت علبه كورن فليكس. استخدموا اي علبه موجوده عندكم. قصيت جزء منها عشان ده هيكون الدرج. هذا كده بقى ان انا هعدل في الجزء اللي انا قصيته ده، فهقص كده الحاجات اللي مش عجباني زي الجزء ده، يعني هنقص الزيادات. دلوقتي بقى هقص كده جنب من الكرتونه اللي انا قصيتها دي، اقص جنب واحد بس. وكمان كده قصيت جزء من الكرتونه عشان نصغر حجمها، وقصيت الجزء اللي فوق ده. دلوقتي برضو من نفس الكرتونه اللي انا قصيتها دي كده عملت جزئين عشان هعمل واحد في الجنب وهثبت واحد في الظهر بالشكل ده كده اهو. دلوقتي جبت برضو جزء تاني من نفس الكرتونة بس كان طويل حبة صغيرة جدا من الدرج. هثبت هنا بقى جزء كده من وراه عشان اقفل الجزء من ورا ده، واقدر ان انا ادخل فيه الدرج بالشكل ده كده. تعالوا بقى لخطوة التغليف، مفيش اسهل منها بجد. هنستخدم ورق كراسة عادي جدا جدا من ورق الكراريس اللي احنا كلنا بنكتب فيه، وجبت قلم رصاص واي لون انتوا حابينه، وحتى لو عايزين تعملوا الوان مختلفة. هبدأ كده ان انا اعمل بالقلم الرصاص خطوط، بحيث ان انا اقسم ورقة الكراسة دي كده لمربعات صغيرة، يعني مربعات، بس انا طلعتها مستطيلات مش عارفة ليه الصراحة، بس هما المفروض يبقوا مربعات ايا كان يعني. المهم ان احنا هنقسمهم بالشكل ده كده اهو. وحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تخلوا الخطوط مستوية عشان ما يطلعش شكل الورقة مش حلو بالشكل ده كده. دلوقتي هبدأ كده ان انا ارسم في الفراغات دي قلوب صغيرة جدا بالقلم بتاع الالوان. طبعا انتوا حرين جدا في الالوان، ولازم يكون السن مبري عشان يطلع لي نتيجة حلوة بالشكل ده كده. احتجت بقى من الورقة دي كده 5 كمان، يعني كده بقى معانا 6 ورق هنغلف بيه، وده كفاية جدا جدا. دلوقتي بقى نرجع للدرج اللي احنا عملناه من الاول ده. هبدأ ان انا اغلفه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا استخدمت التيب الشفاف في التغليف بالشكل ده كده. وجبت برضو جزء من الكرتونة كده عشان اعمله بقى الجزء الامامي بتاع الدرج. دلوقتي هنغلف الجزء اللي احنا هندخل فيه الدرج بنفس الطريقة برضو بالشكل ده كده. هندخل الدرج فيه وبس كده خلصنا اول جزء. بجد شكله كيوت قوي، تخيلوا بس ان هو من ورق الكراريس. دلوقتي جبت هنا كده قطعة كرتونة غلفتها برضو بنفس الورق اللي انا رسمت عليه بالسيليكون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو من كل النواحي. احتاج من الجزء ده كده 5 يعني 6 قطع. دلوقتي هبدأ ان انا اثبتهم على الدرج عشان اعمل مقلمة جزء صغير كده هنا على جنب. تعالوا زينت بفيونكة ومشابك ملونة كيوت جبتها معاكم قبل كده في فيديو، واتفرجوا بقى على الشكل النهائي. بجد انا مش قادره اقول حاجه من كتر الجمال، حقيقي شكله تحفه جدا. قطعه سكر كده، تخيلوا ان احنا طلعناه بس من علبه كرتون ورق كراريس اللي كلنا بنرميه وما نستعملوش في حاجه غير الكتابه. بجد شكله تحفه جدا. بتستخدموه بقى على المكتب عملي جدا على فكره، وبيلم حاجات كتير زي ما انتم شايفين هنا كده. انا حطيت في الدرج السماعه بتاعتي واقلام كتير، والجزء اللي فيه المشابك ده تنظيم للستيكي نوتس اللي دايما بتضيع، او اي ملحوظه مهمه انتوا عايزين تعلقوها. بجد شكله تحفة. ممكن كمان نستخدمه لتنظيم الاكسسوارز. شكله بجد كيوت وخطير وسهل جدا بدون تكاليف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتكتبوا لي رأيكم، ومع السلامة.